الصحفي حمزة بركاوي في ذمة الله. أهلا ومرحبا بكم. الصحفي الجزائري المختص في الإعلام الرياضي حمزة بركاوي، وبعد معاناة كبيرة في المستشفيات بعد إصابته بداء الملاريا، وبعد الحملة التضامنية الكبيرة التي قادها صحفيون جزائريون للتضامن معه، بعد أن باتت أقصى آمانيه أن يتكفل بحالته الصحية ونقله في أسرع وقت للعلاج في الخارج، ها هو اليوم الأربعاء ينتقل إلى رحمة الله بعد صراع طويل مع المرض، وبعد أن نقل إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى لمين دباغين. حمزة بركاوي ناشد الجزائريين للتكفل بحالته من خلال ما كتبه قبل شهرين على حسابه بهذا المنشور، حيث ختم كلامه قائلا: أصبحت أشعر بأنني عبء على أفراد عائلتي وعلى زملائي في العمل، لأني تعبت كثيرا وأصبحت غير قادر على تلبية واجباتي على أكمل وجه، رغم أنهم صابرين معي، لكن صدقوني المرض غير حياتي منذ رحلة الكاميرون المشؤومة. أنا لست بركاوي السابق النشيط والأكول والبشوش، أنا شخص مريض دائما بالحمى ومرهق، وأطلب فقط دعواتكم، وأستغل الفرصة لشكر زملائي وأصدقائي وأقاربي الذين استفسروا عني. مع السلامة واسمح بيناتنا. كانت هذه الكلمات في آخر منشور لحمزة بركاوي. إنا لله وإنا إليه راجعون.